بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في زمن كانت فيه القيمة للأنساب والجمال ميزان القبول، عاش رجل لا يلتفت إليه لا حسب له ولا نسب، قصير القامة دميم الخلقة، لكنه كان عظيما عند الله. إنه جليبيب رضي الله عنه. كان جليبيب يعيش في المدينة المنورة غريبا بين الناس، لا أهل له ولا بيت. وكان بعض الصحابة يقولون: لا ندري إلى من ينتسب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراه بعين أخرى، بعين النبوة، بعين الرحمة. وذات يوم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جليبيب وقال له بلطف: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ خفض جليبيب رأسه وقال بصدق: يا رسول الله، ومن يزوجني؟ ومن يرغب في مثلي؟ ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجادله أبدا، بل قال له: اذهب إلى بيت فلان وقل لهم إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني ابنتكم. ذهب جليبيب وهو يعلم في قرارة نفسه أن الرد سيكون الرفض. طرق الباب فخرج الأب فقال جليبيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني ابنتكم. فرح الأب في البداية، ثم سأل: أأنت رسول عنه؟ قال: نعم. دخل الأب على زوجته وقال: رسول الله يطلب ابنتنا للزواج. قالت الأم بفرح: نعم، وكرامة عين. لكن حين علمت أن الزوج هو جليبيب قالت فورا: لا والله، أنزوج ابنتنا جليبيبا؟ وفي تلك اللحظة تكلمت الفتاة نفسها، وكانت مؤمنة صادقة، وقالت: أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان رسول الله قد أمر فزوجوني، فإنه لن يضيعني. فزوجوها امتثالا لأمر الله ورسوله. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا لهما دعاء عظيما: اللهم صب عليهما الخير صبا، ولا تجعل عيشهما كدا. ولم تمض أيام قليلة حتى نادى المنادي للجهاد. خرج جليبيب رضي الله عنه وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات. وبعد انتهاء المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، يسأل عن الشهداء، ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلان وفلان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لكنني أفقد جليبيبا. فبحثوا عنه فوجدوه وقد قتل، وحوله 7 من المشركين قد قاتلهم حتى استشهد. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده ووضعه على ساعديه الشريفين، وقال كلمات خالدة: قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. ثم قالها 3: هذا مني وأنا منه. فكان جسده الشريف هو الذي حمل جليبيب، ولم يحمل على نعش. وحفر له النبي صلى الله عليه وسلم قبره بيديه، ودفنه بنفسه. رجل لم يكن له أهل صار له رسول الله، رجل لم يكن مرغوبا فيه صار محبوبا عند الله. قصة جليبيب تعلمنا أن القيم الحقيقية ليست في الشكل ولا في النسب، بل في الصدق مع الله سبحانه وتعالى. رحم الله جليبيب ورضي الله عنه، وجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهنا يا إخواني الكرام تنتهي قصتنا اليوم عن جليبيب رضي الله عنه، إلى قصة أخرى بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.